بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير مظبوطة هنعمل مع بعض أحلى قراقيش أو منين بالعجوة. شايفين الجمال؟ كده مش ناقصه يا جماعة غير كوباية شاي بلبن في أول يوم بعد رمضان للفطور. تعالوا بقى نشوف نجهز العجوة. أول حاجة العجوة ضفت عليها معلقتين كبار من الزبدة ورشة كده بسيطة من القرفة وأقلبهم بقى كويس جدا. ده اللي أنا تقريبا مستخدماه، تقريبا 700 جرام عجوة أو كيلو من العجوة تقريبا. طبعا أنا مش هستخدم كل الكمية دي، بس أنا بوريكم اللي انا بعملها ازاي. ضفت لها الزبده وبجهز لها كمان وبضيف لها القرفه. تمام كده. هنا بقى كوبايه الا ربع من السمسم وبضيف عليه معلقتين كبار من العسل الاسود واقلبهم كويس جدا. وبكده تاني خطوه جهزناها مع بعض. تمام كده. هبتدي بقى، تعالوا بقى نشوف طريقه المنين هنعملها ازاي بكل سهوله. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق، معلقتين كبار من السمسم، تمام كده، معلقتين كبار من السكر، معايا معلقتين كبار من الخميرة أو كيسين من الخميرة، ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة مليانة من ريحة الكحك. وابتدي بقى أقلب كل المكونات الجافة دي كده مع بعض زي ما انتم مش شايفين. مظبوط جدا. هبتدي بقى أضيف عليهم كوباية ونص من الزبدة الدافية، كوباية ونص من الزبدة الدافية، تمام كده. واضيف نص كوباية من الزيت، يبقى كوبايه ونص من الزبده الدافيه ونص كوبايه من الزيت، تمام كده. وابتدي بقى اقلبهم بقى كده مع بعض وبسهم كده مع بعض مده 5 دقايق كده. واخلي بقى الدقيق يعني ينسجم بقى مع الزبده والزيت كل المكونات كده تاخد من بعض، تمام، لحد ما اوصل للقوام ده. هبتدي انزل بقى بتلات ارباع كوبايه من اللبن. طبعا انا معايا كوبايه من الحليب الدافي. هبتدي انزل بالتلات ارباع واشوف هي هتحتاج الربع ولا لا. طبعا هي احتاجته معايا وخد معايا المقدار. الكيلو ده خد معايا كوبايه من اللبن الدافي. هبتدي بقى اشوفها بقى كده واختبر العجينه. شايفين ولا شققت وممتازه وناعمه؟ يعني بصراحه زي الملبن في ايدي. شايفين الجمال؟ هبتدي بقى اغطي العجينه عشان ما تنشفش مني، تمام. وابتدي بقى اخد قطعه منها وافردها بالشكل ده. نفردها على شكل مستطيل على قد ما نقدر. والمره دي مقاديرنا كلها بالكوبايه وسهله وبسيطه، هتقومي تعمليها على طول. بعد بقى ما فردت كده العجينه بسمك يعني سميك سنه، هبتدي ان انا اضيف بسمك تقريبا سنتي ونص او كده، اللي هي العجينه المنين. وببتدي بقى اضيف العجوه بالشكل ده، برققها واضيف العجوه. طبعا مش برققها قوي لان احنا لسه هنفردها جواها. هوريكم ازاي. بعد بقى ما افرد بقى مقدار يعني على قد المحيط العجينه بتاعت المنين، هملاها كلها كده بالعجوه. تمام كده معايا مظبوطه جدا. هبتدي بقى ان انا الفها بالشكل ده واقفل بقى الجوانب بتاعتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وبعديها اروح اقفل الاطراف كويس جدا. تمام كده. بعدها ابتدي اقسمها نصين، نسيب نص على جنب والنص الاولاني نمسكه. هبتدي يعني ابرمه والفه، تمام، واتاكد ان هو مقفول كويس جدا. الفه كويس جدا، تمام كده. فطوله ابتدى يزيد معايا. ببتدي بقى ان انا اضيف السمسم زي ما انتم شايفين، تمام. وده احلى طريقه للسمسم بصراحه، الثابت على المنين كده. حاجه بطعمه حلو جدا يا جماعه وجميل جدا. جربوا الطريقه تعجبكم قوي. هبتدي بقى ابططها بسمك المنين اللي احنا عايزينه، تمام. واقطعها بقى بعجلة البيتزا دي السمك اللي احنا حابينه. سمك رفيع، سمك تخين شوية، مفيش اي مشكلة، اللي انت حباه تقدري تعمليه. هبتدي بقى اعملهم يعني اقطعها كلها. وشايفين ما شاء الله السمسم ثابت ازاي، وقد ايه مش بيتهدر معانا السمسم وثابت على المنين. ممتاز يا جماعة. هنا بقى هبتدي ان انا احطهم على الصينية. تمام. الصينية هنا مش مدهونة ولا نقطة زيت. وطبعا بعد ما بخلص الكمية كلها ببتدي اني انا اسوي. شايفين الجمال؟ تحفة. انا عايزة اقول لكم كمان قبل ما ان انتوا كده ما تضغطوا عليه وتبططوه، ممكن تقطعوه اصلا كعب غزال. فهو حلو جدا. انا بحب اعمل الحركة دي في المنين لان ده بيخلي المنينية أي من الاول للاخر مكسية كلها عجوة. فبيخليها معايا مظبوطة جدا. العجوة ما بتبقاش في النص كده وبس، لا دي بتبقى جوه في العجينة. هوريكم في الاخر شكلها ويعني وجمالها قد ايه في جوه المنين. حلوة جدا يا جماعة. طبعا نقدر كمان نحشي برضو المنين ده بملبن زي ما تحبي. هبتدي برضو اعمل برضو الجزء التاني اللي احنا كنا سايبينه وابتدي برضو اقطعه زي ما انتم مش شايفين كده.
طبعا بعد ما بخلص بقى الكميه كلها ببتدي بقى اشغل الفرن بتاعي على درجه حراره 200، تمام كده، لحد ما تسخن كويس جدا. وابتدي بعدها على طول ادخل اول صاج، بياخد معايا تقريبا من ربع ساعه ل 20 دقيقه، مش اكتر من كده. يعني من بعد ربع ساعه ببتدي ان انا اشوفه بيكون خد لون حلو كده من تحت، ببتدي افتح عليه الشوايه على طول. زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى انا خلصت الصاجات بتاعتي كلها، تمام، ومشغله الفرن بقى يسخن بدرجه حراره 200. هدخلهم زي ما قلت لكم، هياخد ربع ساعه ل 20 دقيقه. طبعا على حسب برضو يعني يعني حراره الفرن بتاعك. تمام كده. اول ما بتاخد لون ذهبي كده حلو من تحت، ببتدي افتح عليها الشوايه على طول ثواني وبخرجه على طول. شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه العجوه كده جواه؟ وللاخر كده المنين، لا تحفه يا جماعه، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. هنا بقى حطيت لكم الكميه كلها بقى في صينيه كبيره، وحبيت اوريها لكم. مش قادره اقول لكم على جمالها وجمال شكلها، حاجه كده تفتح النفس يا جماعه. يعني بصراحه مش ناقصها الا كوبايه شاي بلبن زي ما انا ما قلت لكم. بعد الفطار على طول بقى، في اول فطار بعد رمضان، كل سنه وانتم طيبين. نعمل بقى كوبايه الشاي بلبن المتينه مع احلى منين. هتجربوه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي، رمضان كريم.